الآن مباراة تجمع فريق من سور حلب وفريق الزربة. الآن بداية المباراة، الإحماء للاعبين. معنا الآن الكابتن فرحان. السلام عليكم كابتن فرحان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن فرحان، شو التحضيرات كاملة هذه المباراة؟ إن شاء الله تحضيراتنا جيدة، والشباب إن شاء الله كلهم موجودة. في عندنا شوية نقص لسه سوريا ما يجوا. إن شاء الله الفوز إن شاء الله حاطين يعني إن شاء الله حاطين إن شو اليوم نفوز بإذن الله. فريق من سور حلب فريق قوي يعني. قوي والله، فريق قوي كثير، بس عاد إن شاء الله يعني الفوز ما بمحال. شكرا لك كابتن فرحان. كابتن مصطفى المصطفى، السلام عليكم. السلام كابتن، تحياتي. كابتن مصطفى، شو تحضيراتك لهذه المباراة؟ أنت مدرب فريق الزربة، لو تخبرني عن التحضيرات. والله تحضيرات عالية الحمد لله رب العالمين، الفريق جاهز ان شاء الله، بيعنا شوية نقص ان شاء الله بالاسبوع القادم يكمل الفريق ان شاء الله. جهزنا ان شاء الله الفريق، فريق نصوح حلب فريق غني عن التعريف، فريق بدجج بالنجوم ان شاء الله. ان شاء الله الفوز لنا ان شاء الله. أنتم وصيف الدوري الماضي، ما هي تحضيراتكم لهذه الدوري يعني؟ والله تحضيرات عالية ان شاء الله. الدوري الماضي وصيف، هذا الدوري ان شاء الله بطل الدوري ان شاء الله. شكرا لك كابتن مصطفى، بالتوفيق. نروح على كابتن خالد. كابتن خالد، مشغول أنت؟ السلام عليكم كابتن خالد. وعليكم السلام. كابتن خالد، لديك مباراة قوية أمام فريق من سور حلب، لو تخبرني يعني عن هذه المباراة. إن شاء الله نحن حضرنا هالمباراة تحضير كويس، وإن شاء الله نقدم أداء يليق باسم فريق الزربة اللي حل وصيف النسخة الماضية. نعم إن كابتن. شاء الله يعني نحن راح نلعب على الفوز ولا بديل غير الفوز. نعم كابتن خالد، أنت الكابتن داخل أرضية الملعب، أنت كلامك مهم للاعبين يعني. هل لديكم نقص مثل ما قال الكابتن مصطفى في هذه المباراة؟ والله نحن عندنا بعض اللاعبين يعني الناس نزلت على سوريا، وعندنا نقص انه لاعب على اساس جايبين لاعب اليوم ما اجى، في عندنا نقص لاعبين. نعم شكرا لك كابتن خالد، بالتوفيق لفريق الزربة. الله يسلمك. متابعينا الاعزاء، ننتقل الان الى كابتن فريق من سور حلب الكابتن احمد النجار. اهلا وسهلا فيك كابتن احمد. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا، شرفت. كابتن احمد، لديك مباراه قويه امام وصيف الدوري الماضي فريق الزربه، لو تخبرني عن هذه التحضيرات. انتم فريق من سور حلب يعني غني عن التعريف. الحمد لله رب العالمين، والله احنا الفريق جاهز باذن الله، يعني تعاقدنا مع لاعبين جدد وتعاقدنا مع شركه العبدولي باذن الله للسفريات، يعني ان شاء الله بده فريقنا من الفرق القويه باذن الله ومنافس على البطوله. وفريق الزربه فريق كبير ونحن نحترمه، الدوري الماضي حقق المركز الثاني، بس نحن كان عندنا غيابات نعم. ويعني قليل من اللاعبين اصابات، فالحمد لله حققنا المركز الثالث او الرابع يمكن. نعم. وان شاء الله هذه البطوله نوعد الشباب اقل شيء المركز الثاني باذن الله. نعم شكرا لك كابتن احمد، بالتوفيق لفريق الزربه. ننتقل الان الى احد لاعبين فريق من سور حلب الكابتن عبد العزيز العبدولي. اهلا وسهلا فيك كابتن عبد العزيز. اهلا بك اخاني. كابتن عبد العزيز، يعني لديكم مباراه قويه امام فريق الزربه، لو تخبرني يعني عن التحضيرات. والله الفريق الحمد لله جاهز، واللاعبين مكتمله الصفوف الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نقدم مباراه تليق بالمستوى وتمتع الجماهير ان شاء الله. نعم. وفريق الزربة من الفرق الكبرى بالدوري، وصيف الدورة الماضية، وصيف البطولة الماضية. إن شاء الله نقدم أداء يليق بالفريقين، وخاصة اليوم بالإدارة الجديدة ورئيس النادي محمد العبدولي وبالاشتراك السفرين في المعنويات عالية. إن شاء الله الفريق يقدم معنويات عالية يثبت للفرق. نعم. كلها يعني الهمة عالية اليوم، لديكم استقطابات جديدة يعني. الحمد لله رب العالمين، هناك لاعبين جدد والهمة عالية قلت لك بالتعاقدات الجدد والاشتراك مع العبدولي السفريات بالتعاقد. المعنويات عالية، إن شاء الله الفريق يقدم ويثبت للفرق أنه أحد المنافسين على اللقب إن شاء الله. شكرا لك كابتن عبد العزيز، بالتوفيق لفريق من سور حلب.